ردود الفعل لمباراة الأهلي والاتحاد، ذهبنا للمدرجات، وأنا بالنسبة لي أنا أعتقد الجمهور هو ثروة كرة القدم السعودية. ما أقولها يعني ماركتينج، لا، تلاحظون البرامج مقارير الجولة أغلبيتها نحاول نروح للمشجع، رأس اللعيبة والإداريين وذا، بس الجمهور هو رأس المال. خلينا نشوف رأس مالنا. عيوني لوني الذهب لوني أصفر وأسود لا تلوموني يا شاشة والدي هو البرشا. العهد والعشق والانتباه خلفك نمضي صباح مساء نبقى مشيدا وفخرا وعيدا وفرحا فريدا يطال السماء. حياة العقل المجد والمجد أهلي، حياة مع الفن والفن أهلي. سفير الوطن شموخ الوطن وعبر الزمان سنمضي معا، وعبر الزمان سنمضي معا، وعبر الزمان سنمضي معا. تسديد ايضا للاتحاد ويلا والله الاهلي لعب الشوط الاول لكن ما كان معنا حظ صراحه. فريق ناقصه الحظ، لا اقل ولا اكثر. تمام، ناقصنا سنتر وناقصنا محور. الدفاع كله ما نبغاه مره نهائيا، ولا نبغى ولا واحد. الجزاء ليش حاطينه في الاحتياط؟ احسن شوط اول لعبه في الدوري كله. طبعا الاتحاد جايبين هدف بهجمه واحده، ما شافوا الحارس حتى. بس ما نقول ان شاء الله نجيب الفوز، عشان نفرح جمهور الاهلي ده كله. والله الشوط كويس رغم انه كان الضغط هلاوي اكثر. والله بالنسبه لنا مستوانا كان مره طايح، يعني احنا هجمه واحده لنا للاتحاد، هي هجمه زيايه كذا، اما الفرص كانت اكثر شيء للنادي الاهلي. شوط هلاوي بصراحة، بس استحقينا الهدف. لعب العرضية، سليم طالع من مرماه، خطرة جول. اتمنى من كل التيم ده اللي شفته اليوم، اتمنى منهم والف شكر والف بؤس كلهم، اقول لهم الف شكر ما قصرتوا. سيبوا النادي الاهلي، سيبوا النادي الاهلي وروحوا العبوا باي نادي ثاني، ونزلونا احنا جماهيرنا ننزل نلعب. فريق للاسف ما هم عارفين يقدرون الجمهور ولا قد قدروه. رايك باداء الفريق اليوم؟ والله الفريق قدم مستوى لكن والله ما في نتيجه. ما قدم ولا مستوى، 5 المفروض من الشوط الاول. لو الاهلي في قايد والله ما حد يفوز علينا والله، بس غيروا المدرب اصرف. اليوم الاهلي قدم كل اللي عليه. هدفين سواء مستوى ولا بدون مستوى، لكن انا مرتاح بمستوى الاتحاد. اقول الاهلي حاليا الكوره تعرف النتيجه، ما تعرف المستوى. من طرف واحد، من طرف الاهلي وانا اتحادي، ونتيجه وكوره ابوي، فوز وخساره، والاتحاد يستاهل برضه. والله الحمد لله، يعني صراحة اليوم استمتعنا في مباراة ديربي، يعني ممكن تكون من أفضل المباريات في الموسم هذه. هذا هو الديربي الحقيقي يعني، وشفنا اليوم كيف اللعب.